بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معكم مستر محمد عبد الصمد، والقناة اللي حضراتكم تتفرجوا على دلوقتي اسمها قناة ايزي انجليزي، من يمين الشمال انجليزي بالعربي وايزي بالانجليزي. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع الامتحان الثالث، الامتحان اللغة الانجليزية الخاص بمحافظة الاسماعيلية الترم الاول 2024. وسلسلة الفيديوهات اللي بدأتها امبارح كانت بدأت بامتحان مرسى مطروح وامتحان محافظة دمياط. الامتحان دي يا جماعة للمحافظات اللي امتحنت الاسبوع اللي فات، لان طبعا الجدول مختلف على مستوى الجمهوريه. يعني احنا عندنا في اسيوط مثلا ان شاء الله زي ما قلت قبل كده هيمتحنوا ان شاء الله انجليش ان شاء الله يوم الثلاث. طيب امتحان الاسماعيليه هنبدا على طول نقول بسم الله. طيب هنا رأس السؤال بيقول احمد and علي are talking about their favorite hobbies. احمد وعلي بيتكلموا عن هواياتهم المفضله. فاحمد بيقول لعلي what do you do in your free time. مهم جدا اقرا السؤال طبعا يا جماعه. ماذا تفعل في وقت فراغك علي يا علي؟ فقال له علي I often read. أنا غالبا أقرأ. طبعا often دي ظرف من ظروف التكرار، أو often طبعا النطقين صح، often أو often تأتي قبل الفعل الرئيسي اللي هو هنا read، وتأتي بعد verb to be. طب فأحمد قال له هو أنه علي قال له أنا أقرأ، هو غالبا أقرأ يعني. فأحمد قال له wonderful رائع. بعد كده سأله سؤال وهنا في علامة استفهام، وناخد بالنا من الكلام ده في الامتحان. فعلي قال له I love reading short stories. أحب قراءة القصص القصيرة. يبقى هو هنا حدد نوع الكتب اللي بيقراها، فلازم السؤال يكون يا جماعة what kind of books. طبعا what kind of ما نوع what kind of books ما نوع الكتب. طيب أنا عندي هنا هو قال له I love، يبقى الفعل المساعد هنا لو قرينا الجمله كلها احنا قلنا اذا لم نجد فعل مساعد زي ام او از او ار او كان وهكذا، يعني بننظر الى زمن الجمله، والزمن بنعرفه من الفعل اللي هو هنا لاف. الفعل في المصدر تمام، هاخد الفعل المساعد دو، ولو كان لافد بالاي والدي كنت هاخد ديد كفعل مساعد، ولو كان لافز باضافه اس كنت هاخد داز. يبقى هقول وات كايند اوف بوكس دو. طبعا يا جماعه عشان المساحه بتاعت الشاشه برضو والاجابه النقط، انا ممكن اكمل هنا فوق في الامتحان ان شاء الله. انت يبقى عندك مساحه تكمل براحتك. يعني what kind of box do you. الفعل طبعا احنا قلنا do، الفعل يتحول الى you do you. طبعا المصدر love، ثم reading القراءه. ما نوع الكتب التي تحب قراءتها. what kinds of books do you love reading او do you love او do you like. طيب فقال له انا بحب قراءه القصص القصيره. وبعد كده في سؤال تاني بيتسال من علي لاحمد، هنا في عم استفهام. فاحمد قال له I have only one hobby. I have only one hobby. أنا عندي هواية واحدة فقط. طيب يبقى ممكن هنا السؤال كان إيه؟ مش هيقول له how many hobbies do you have، ممكن يقول له how many hobbies do you have، كم عدد هواياتك، أو ممكن يقول له what about you، وماذا عنك. بعدين يرجع يقول له ايه اللي بتحب تعمله في وقت فراغك، زي ما السؤال ده اتسأل من احمد لعلي فوق. ممكن يقول له what about you، وماذا عنك. what about you السؤال ده بيغنينا ان انا اكرر السؤال تاني، او ان انا اقول له كم عدد الهوايات اللي انت بتحبها. what about you وماذا عنك. فقال له I have only one hobby، عندي هواية واحدة كما، وكمل تمام. فتحته قال له fishing وفي علامة تعجب. طيب الكلمة يا جماعة إذا كتبت بهذا الشكل يعني وبعد كده في علامة تعجب، تعرف إن الكلمة دي اتكررت فوق. يعني زي ما واحد بيقول لك إيه، أنا عندي هواية واحدة هي صيد السمك، فأنت تقول له صيد السمك وبتتعجب كده فيشنج، يبقى هو فوق هيقول له فيشنج. بس هو عايز يقول له طبعا أنا عندي هواية واحدة، يبقى هيقول له أنا مثلا طبعا هواية إيه بقى؟ يبقى هقول له أي لايك، بدل ما يقول ماي هابي هوايتي هيقول أي لايك أنا أحب فيشنج. تمام I like fishing. وممكن برضه يقول له I have only one hobby fishing، ما في كما، في هنا فاصلة. fishing يعني الصيد، أو أنا بحب الصيد. فقال له fishing الصيد. oh good for you تمام. I may give it a try sometimes، ممكن أحاول مرة كده واصطاد يعني زيك. فأحمد رد عليه هنا، طبعا دي نقطة جملة خبرية عادي. فعلي قال له okay I'll wait for your call، هستنى اتصالك تمام. يبقى علي تمام لما قال احمد انا بحب سوري علي اتعجب من كلام احمد انك بتحب الصيد، وده كويس وتمام. خلاص انا ممكن احاول نصطاد مره اخرى. فطبعا احمد ممكن يقول له ايه هنا I will call you I will call you، هتصل بيك مثلا when I go fishing، هتصل بيك عندما اذهب للصيد، لان فيشنج طبعا من ضمن الانشطه التي تنتهي ب ing فتسبق بالفعل جو.
هتصل بيك لملحظات. فعلي قال له اوكي تمام. I will wait for your call. هنتظر اتصالك. خلي بالك هنا عشان كده احنا قلنا I will call you. هتصل بيك. فاحمد قال له ثانك يو شكرا. واي حد يقول لك ثانك يو ورد واحد يكون سهل جدا، وفي اكتر من رد طبعا، بس الافضل هنا تقول له you are welcome. you are welcome يعني العفو او على الرحب والسعه. وبكده المحادثه يا جماعه تكون خلصت، وانا شايفها محادثه سهله جدا ان شاء الله. نخش على السؤال اللي بعد كده على طول. ثانيه واحده حضراتكم معايا. السؤال اللي بعد كده سؤال اكمل يا جماعه. طيب هنا ميموريز معناها ذكريات، سوري ذكريات، تمام. ميموريز لايف الحياه. كير يهتم او اهتمام او عنايه او رعايه، بتيجي فعل وبتيجي اسم. هابينس السعاده. كيرز برضو يهتم او اهتمامات. سادنس الحزن. A true friend الصديق الحقيقي is the person هو الشخص who not for you، هو الذي طبعا هو cares for you. طبعا الشخص ده مفرد غائب يبقى هتاخد الفعل باضافه اس cares. طبعا انا هرقم هنا يا جماعه زي ما اتفقنا في الامتحان، انت بتكتب مش بترقم توفيرا للوقت، يعني انا برقم. he will always هو دايما. want your not هو دايما عاوز ايه؟ your not عايز your ايه؟ عايز your life حياتك، your memories ذكرياتك، ولا your happiness طبعا هو عايز ايه؟ دايما سعادتك، يتمنى سعادتك happiness. life without a good friend الحياة بدون صديق حقيقي is empty فارغة. friendship الصداقة will fill you with نقط هتملأك with نقط طبعا with memories بالذكريات هتملأك بالذكريات، لأنك في كل موقف مع زميلك يبقى فيه ذكرى معينة. that you can remember شفتوا؟ خلي بالك مع ذكريات هنا وفي remember يتذكر. خلي بالكم احنا مش بنحل في الامتحان وخلاص. for the rest of your نقط حتى بقية نقط your نقط طبعا your ايه؟ your life بقية حياتك، وطبعا دي صفة ملكية تتبع باسم مملوك، وهنا life الحياة. ذكريات هتفتكرها لبقية حياتك هتبقى number 4. وكده إجابة السؤال الثاني. ندخل على السؤال ان شاء الله تكون القطعه واضحه قدام حضراتكم. هنا القطعه بتقول ايه؟ سؤال القطعه: اسماعيليه مانجو فيستيفال is an annual event held in August. يعتبر مهرجان الاسماعيليه السنوي للمانجا، طبعا مهرجان يقام سنوي يقام في اغسطس. The governorate holds it to celebrate the mango season. تقيمه المحافظه الاحتفال. شفتوا holds it تقيمه، شفتوا it دي بتعود على مين؟ طبعا بتعود على الفestival. المهرجان بتقيمه يعني to celebrate the mango season الاحتفال بموسم المانجا. Mango is one of the most beloved fruits in our country. أكتر فاكهة من أكتر الفواكه المحبوبة في بلدنا. The festival has many events such as road shows with mango shaped cars. تمام كده. مانجو كاتينج كومبيتيشن اند ميوزيكال شوز. يتضمن هذا الاحتفال احداث كثيره مثل عرض للطريق عباره عن سيارات على شكل كده مانجا، تمام كده، مانجو شيبد كارز سيارات معموله على شكل مانجا، تمام كده، او عباره عن منافسات لقطع المانجا وعروض موسيقيه. The main events take place in اسماعيليه city. يقام الحدث الرئيسي في محافظه مدينه الاسماعيليه. جولف كلاب عند محمد علي ستريت، نادي الجولف وشارع محمد علي. They are open to the public for free. بيفتتحوا أو يتم افتتاح هذه الأماكن للعامة بالمجان، لعامة الشعب يعني. The festival aims to create a memorable and enjoyable experience. ناخد بالنا من الجمل اللي شبه كده ساعات تحس ان في جملة موضع السؤال، ممكن يكون كده لسه ما شفتش طبعا الأسئلة. المهرجان يهدف إلى خلق خبرة ممتعة ويمكن تذكرها. It attracts more tourists and supports local business. وهي تجذب attracts more tourists سياح أكتر and supports وتدعم business local business العمل المحلي. hotels and industries والفنادق والمصانع أو الصناعات. sorry. The festival is attended by VIPs including the city governor and ambassadors from all over the world. يتم حضور الاحتفال من قبل شخصيات، كمان في اي بي يا جماعه يعني very important person شخص هام جدا، ففي اي بيز شخصيات مهمه جدا بما فيها محافظ المدينه والسفراء من كل انحاء العالم. السؤال الاولاني بيقول لي the festival is held in يقام في August, September, June, July. The festival is held in هلاقي الكلام ده مكتوب فوق اهو held in August شهر اغسطس، يبقى كده number A هتبقى the correct answer. The second question السؤال اللي بعد كده the underlined pronoun it refers to. كلمة it تحتها خط بتعود على مين؟ واحنا بنقرا فوق خدنا بالنا يا جماعة، فاكرين لما قلنا the governorate holds it تقيمه المحافظة، it اللي هو مين بقى؟ طبعا the festival المهرجان. السؤال اللي بعد كده بيقول يا جماعة ايه؟ بيقول لي the festival helps المهرجان بيساعد education التعليم medicine
الطب، كامبينج، المعسكر، بزنس الاعمال. طيب انهي واحده في دول ذكرت في القطعه؟ لو احنا جبنا ورقه كده يا جماعه، عشان ورقه بس طبعا معلش، ورقه موجوده منفصله عن الورقه الثانيه هنا كده، وهنشوف انهي كلمه ذكرت هنا. هنلاحظ بالظبط كده ان احنا قلنا في السطر اللي قبل الاخير and supports ويدعم local business العمل المحلي او الاعمال، يعني اللي هو مسميه البيزنس احنا. تمام كده؟ يبقى كلمه بيزنس هي التي ذكرت هنا، ولم يذكر طبعا التعليم ولا الطب ولا المعسكر او اقامه المعسكرات. هتبقى الاجابه الصحيحه هي بيزنس. بعد كده السؤال بيقول لي هنا ايه؟ سؤال اسئله مقاليه بقى. What is the main idea of the text؟ ما الفكره الرئيسيه للقطعه؟ طبعا وانت مغمض، كل الفكره الرئيسيه للقطعه هنا يا جماعه بتتكلم عن اسماعيليه مانجو فاستيفال، مهرجان الاسماعيليه السنوي اهي. تمام؟ او مهرجان الاسماعيليه للمانجا اهو. تمام كده؟ او ذا سيلبريشن الاحتفال with the اسماعيليه مانجو فاستيفال بمهرجان الاسماعيليه، او ذا اسماعيليه مانجو فاستيفال سيلبريشن احتفال مهرجان الاسماعيليه للمانجا. هي دي الاجابه. طبعا احنا بناخد دايما يا جماعه الفكره الرئيسيه، بنقرا اول سطر ولازم يكون في تطابق ما بين برضو بقيه الباراجراف باول جمله، او اول حاجه مهمه في السطر الاولاني. ولذلك هو هنا تحت برضو اتكلم عن المهرجان وعن الحاجات اللي بيدعمها المهرجان. تمام. بعد كده السؤال بقى كده بيقول، طبعا انا مش هكتب برضه، احنا قلنا عشان الوقت، انت في الامتحان مش بتخطط يا جماعه، انت بتكتب. How does the governorate celebrate؟ كيف تحتفل المحافظه؟ هندور على كلمه governorate celebrate في القطعه ونعمل لها سكاننج كده، وهنجيب الورقه مع بعض. ثانيه واحده حضراتكم معايا كده. تمام، عايزين شويه تركيز بس مع بعض. طيب احنا قلنا الكلام ده هنلاقيه فين؟ مكتوب يا جماعه يعني في السطر الثالث، مكتوب اهو the festival المهرجان has many events، في حاجات كتير بتقام فيه such as a road shows with mango shaped cars، عرض في الطريق بعربيات على هيئة مانجا أو على شكل مانجا، mango cutting competitions ومنافسات لقطع المانجا أو قطف المانجا، and musical shows وعروض موسيقية. تمام كده؟ يبقى دي برضو الإجابة الصحيحة يا جماعة، ودي موجودة طبعا في القطعة. وأحلى حاجة في القطعة إن الإجابة تبقى موجودة فيها دايما إن شاء الله. نمبر 6 ده سؤال نقدي بيقول لك Do you think هل تعتقد that the festival is useful for the city؟ Why not؟ هل تعتقد إن المهرجان مفيد للمدينة؟ لو أنت تعتقد إن هو مفيد هتقول why لماذا؟ لو مش بتعتقد إنه مفيد هتقول why not ولما لا؟ طبعا هو مفيد، فأنت هتقول yes I think so. نعم أعتقد ذلك. Yes I think so. نعم أعتقد ذلك. تمام كده؟ وممكن تجيب من القطعة ما يدعم إجابتك، وعلى ما أظن في القطعة فيه. طب لو ما فيش في القطعة يا جماعة في الباسج، ممكن أجيب ده من خلال فهمي للقطعة. طب هو احنا قلنا هو السؤال بيقول ايه؟ هل المهرجان بيدعم المدينة ولا مش بيدعم المدينة؟ طيب احنا قلنا يا جماعة هو بيدعم المدينة، لأنك هتقول طبعا because لأنه it attracts يجذب more tourists سياح أكتر and supports ويدعم local business العمل المحلي hotels الفنادق and industries وايه والصناعات. يبقى طبعا دي الإجابة الصحيحة وجبناها اهي من القطعة، بس بعد ما نقول كلمة because لأن. تمام معايا؟ طيب السؤال اللي بعد كده، ثانية واحدة حضراتكم معايا، معلش أنا بس إيه عشان الصور أو سوري الأسئلة تبقى واضحة قدام حضراتكم. ده سؤال التشوز الاختياري. فاهم كده؟ طيب هنا السؤال هنا بيقول، السؤال الأول بيقول إيه؟ To not means to help and encourage someone. encourage يعني يشجع، help يعني يساعد. طيب ايه السينونيم المرادف لكلمة encourage و help يساعد؟ طبعا كلمة support يعني يدعم، support. Number 2 and not is something that happens to you in your life. حاجة بتحصل لك happens in your life، دي من ضمن الديفينيشنز التعريفات يا جماعة. دي بنسميها طبعا experience، تجربة أو خبرة حياتية experience. Number 3 it wasn't a dream، لم يكن حلما. I was awake، كنت مستيقظا. The antonym of awake، كلمة awake مضادها is، awake يعني مستيقظ طبعا مضادها ايه؟ fast يعني سريع، noisy يعني صاخب، slow بطيء، ولا asleep يعني نائم. طبعا مضاد كلمة awake مستيقظ، asleep نائما. Number 4 the government is going to renew more schools، الحكومة سوف تقوم بتجديد مدارس أكثر. The suffix not changes the verb renew into an adjective. ايه البادئة اللي بتحول لي كلمة renew إلى صفة؟ مش واضح عند حضراتكم. طيب هي كانت نيو طبعا تبقى renew. طيب لو انا عايز اخليها صفة، سوري نيو جديد، رينيو يجدد. طيب قابل للتجديد، طبعا انا سامع حد بيقول لي رينيوبل، ممتاز جدا. رينيوبل يعني قابل للتجديد، بت كده adjective صفة. 5 a not person is good at thinking.
of new ideas or ways to do something. الشخص نقط هو جيد في التفكير وفي التفكير في أفكار جديدة وطرق جديدة لفعل شيء ما. ده بنسميه شخص creative، شخص مبتكر أو مبدع creative. طيب والله المثل الأعلى. نمبر 6 she worked hard to clean her room. عملت بجد لكي تنظف الحجرة بتاعتها. and the نقط were amazing. ونقط كانت مذهلة. ايه اللي كان مذهل بقى؟ competitions المنافسة، organizers المنظمون، results النتائج، teams الفرق. طبعا هي عملت بجد لكي تنظف حجرتها والنتائج كانت مذهلة. the results were amazing. the results were amazing. ودي يا جماعة كانت إجابة السؤال الأخير الخاص بالاختياري. وموف on to the next question. طبعا السؤال الاخير يا جماعه هو سؤال تصحيح الخطا، وده بيعتمد ان شاء الله بعد اعتمادنا على الله عز وجل، ثم ان شاء الله مذاكرتكم للقواعد وفهمكم ليها يعني. طيب هنا السؤال بيقول have you been to Cairo. طبعا have you been او have you been، هل سبق لك او have you been الذهاب مثلا الى القاهره؟ فقال له yes I know. طبعا اي حد هيقول لي هنا yes I have هقول له لا استنى شويه نكمل بس نكمل. yes I be، هو بي هنا بين قوسين فهو عايز يصحح بي. هتقول لي برضه هقول have been، هقول لك برضه استنى او استني. their last year، هنا حدد الزمن. السؤال ده يا جماعه طبعا انا تعمدت اخد امتحان الاسماعيليه برضه لان لقيت السؤال ده، ففي انا متاكد لا قدر الله يعني ممكن لو في طلبه ممكن تتلخبط فيه يعني. ليه بقى؟ لان هو هيقول السؤال بادئ بهاف فهقول يس اي هاف. طب هو موجود بين يبقى يس اي هاف بين ذير. طيب لو قال يس اي هاف بين ذير دون ذكر وقت وجوده في القاهره يبقى تمام، لان المضارع التام يا جماعه بيهتم بالفعل نفسه دون ذكر وقت حدوثه. اما لو حدد وقال لك لاست او yesterday يبقى كده هو بيتكلم عن زمن الماضي، يبقى انت هترد في زمن الماضي البسيط حتى لو السؤال بادئ هاف، حتى لو السؤال بادئ بهاف، لانك انت وانت بترد ما اهتمتش بالفعل، لا ده انت عايز تقول له انك كنت في القاهره الاسبوع او السنه اللي فاتت، يبقى انت اهتميت بزمن ووقت حدوث الفعل. طيب هنا بي الماضي من بي، هي بي بتبقى في الماضي ايه؟ بتبقى was وبتبقى where. طب اي بتاخديها بتبقى was. برافو عليكم يا yes I was there. ولكن لو ما ذكرش وقت حدوث الفعل ممكن تقول yes I have been، مفيش اي مشاكل. I was not in knowing the truth. أنا كنت نقط طبعا interesting في معرفة الحقيقة. طيب أولا هي interested تاخد حرف الجر in، والصفات المنتهية بإيدي تصف المشاعر الشخصية للأشخاص. interested أو الإنسان يعني interested يبقى صفة منتهية بإيدي. كمان interested in آخرها يا جماعة إيدي لو مش واضحة مهتم بيه تتبع باسم أو بفعل مضاف له ING. نمبر 3 both أحمد nor سامي came early. طيب أنا عندي هنا nor، عارفين القاعدة انتوا either or both بيبقى معاها and ونيذر معاها nor. neither طبعا او neither النطقين صح يا جماعة زي ما قلنا في الفيديو بتاع امبارح neither. واللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح هسيب له رابط حل محافظة مطروح ودمياط ان شاء الله في التعليقات باذن الله او في صندوق الوصف. neither احمد nor سامي. تمام. علي spend a week in أسوان، يقضي اسبوع في اسوان. it is his intention عن النيه. طب الانتنشن النيه، البلاننج التخطيط، ديسيجن القرار، يبقى على طول هتبقى be going to. مين be going to دي؟ اللي هي سوف. be اللي هي am و is و are. am going to او is going to او are going to زائد المصدر. وبما ان علي ده مفرد يبقى تبقى الجمله، طبعا انا هحاول اكتبها هنا يا جماعه عشان يمكن المكان يبقى بس ايه يكفي. يعني هقول ايه is. تمام. علي بعد كده going to طبعا والمصدر هنا spend يبقى هي. ولو انت كتبت is going to بس مش هينفع يا جماعه، لا ده هو عايز اقول لك spend هنا ناقصه ايه؟ ناقصه is going to spend. يبقى علي is going to spend سوف يقضي اسبوع في اسوان انها نيته. تمام. اتمنى الاجابه تكون واضحه عند حضراتكم. اخر سؤال عندي هنا في التصحيح الخطا بيقول لي how about watch a play. how about يا جماعه what about تتبع بناون باسم او بفعل مضاف له ING، يبقى how about watching a play. ماذا عن او ما رايك في مشاهده مسرحيه؟ فعل مضاف له ING watching. بالنسبه للباراجراف، الباراجراف هنا يا جماعه بيتكلم عن الاونلاين شوبينج، والباراجراف ده تقريبا اتكرر امبارح كان موجود في محافظه دمياط او مطروح. دايما الباراجرافات الخاصه بالصف السادس اعداد لحد الان يا جماعه بتيجي من المنهج، بتيجي من الباراجرافز المقرره عليكم في المنهج. اونلاين شوبينج التسوق عبر الانترنت، وده ان شاء الله شايفه سهل جدا. ولو عايزين فيديو عن الباراجراف لو انت مش عارف تتعامل معاه يعني برضه فضول رايكم في الكومنتس ان شاء الله. لو لقيت فيه اهتمام ان شاء الله هنزل فيديو خاص بالباراجراف. اتمنى التوفيق للجميع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكريبشن في القناه وتفعل زر الجرس وشير ايفري وير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.